البشرة الزجاجية لو بالسهولة اللي هي عملتها في الفيديو ده كلنا بشرتنا هتبقى ازاز واي حد ممكن يكسرنا، لان بجد هي عملت ماسك تحفة بمكونين بس، وقالت بشرتك هتكون زجاجية وهتلمع وهتفتح وهيكون فيها نضار. تعالوا نعرف مع بعض الشابة دي عملت ايه. اول حاجة جابت جل الصبار. جل الصبار تقريبا بقى بيدخل في كل الماسكات اللي انا اتكلمت عليها وكل الماسكات اللي الكوريين بيعملوها، وده لان هو حلو جدا على البشرة وبيلطف البشرة وبيعالج الحبوب وبينشفها، وهو فعلا يعتبر زي ما بيقولوا كده الورقه الكسبانه في كل الماسكات. تاني حاجه بقى حطت عليها 3 نقط من زيت الورد. زيت الورد انا كنت سنه 2022 عملت كده عليه فيديو قد ايه هو مناسب للبشره وبيفتح البشره، ولو عندك اوساخ او اتربه موجوده تحت الجلد او اثار ميك اب هو بيطلعها. كمان بيفتح المناطق الحساسه زي الاندر ارم والبيكيني لو داومت عليه مرتين في الاسبوع. فانا واثقه ان الوصفه دي هتكون كويسه لان المكونين اللي فيها فعلا مكونين جبارين. لو انتوا عملتوا الوصفه دي وجربتوها قولوا لي رايكم في الكومنتات، ولو الوصفه عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير علشان اكبر قدر من البنات تستفاد. كانت معاكم الاء جمال سكين كير اند هير ثيرابيست، مع السلامه.